السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل كشري المصري بكل تكات واسرار وحركات المطاعم. جبت شويه حمص كده نقعتهم، وشويه عدس بجبه برضو نقعتهم، وهنا ايه بصله كبيره كده قطعتها جوانح، حطيت عليها شويه دقيق، قلبتها كويس في بعضها، رشيت عليها سنه ملح بسيطه، حطيت هنا طاسه على النار فيها زيت، وبدات بقى انزل بالبصل بتاعي. او لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده بطلعه، وهو اصلا لما بتسيبيه بره كل شويه ايه بيغمق معاكي، فبلاش ان انت ايه تضغطي عليه قوي في السوا وتحمريه عشان ما يتحرقش منك ويكون طعمه محروق. وهنا ايه طلعت شويه طماطم كده، حطيتهم دول كانوا في الفريزر من الطماطم اللي احنا جبناها معاكم. حطيت حله بقى على النار فيها شويه زيت وشويه ميه، ونزلت بقى المكرونه دي، مكرونه مشكله ما شاء الله جميله. والزيت بقى بتاع البصل ده استفاد بقى بيه بكل الوصفه. هحط ايه معلقتين كده على المكرونه بيفلفلوها وبيدوها طعم حلو. وهنا شويه رز على شويه عدس. حطيت الاول طاسه على النار فيها شويه شعريه حمرتهم، حطيت العدس بجبه، وبعدين حطيت شويه الرز على شويه العدس الاصفر دول. وايه بدأت بقى انزل بالمية سخنة، طبعا ما ينفعش نحط مية باردة، يا دوب المية تغطي ايه الرز. ودي ايه حطيت تومة كده ايه على الزيت ده عشان اعمل بقى في الصلصة. نزلت بقى في شفشق الطماطم بقى، كنا بنولع في المطبخ. نزلت بشفشق الطماطم الجميل ده ما شاء الله. حطيت ايه التوابل دي فيها 17 بهار بتاع فاين فودز جميلة ما شاء الله. حطيت منها شوية على الرز الدبر برضو طعم حلو كده. حطيت شوية ملح وسنة ايه كمون كده برضو، عشان العدس بجبة بيحب الكمون. فاحنا طبعا مسلقناهوش، احنا يدوب نقعينه بس ومدينه تشويح. هبدأ بقى اقلب كده كويس مع بعضه. اول لما يشرب المية هقد عليه خالص. ما شاء الله كانت ريحته جميلة، اللهم بارك. وانا الصلصة بتاعتي برضو هحط عليها شوية من البهارات دي، واحط عليها مكعب مرقة، واحط شوية فلفل اسود كده وسنة كمون وشوية ملح. وهنا ايه حطيت سنة كمون اهو. وحطيت هنا ايه آه كيس صلصة كده. وهنا الحمص اهو حطيته. الحمص طبعا حطيت شوية مية وشوية وبصلاية. الحمص حطيت شوية مية وبصلاية وطماطمية وورق لورا، شوية فلفل اسود وشوية كمون، وحطيت الحمص. وحطيت على الصلصة ايه بهارات كشري اللي في ايدي، كانت دي بهارات كشري برضو، دي من التكات والحركات بتاعتها من عند العم. جبت شوية توم مفرومين كده، وجبت خل، وجبت ليمونتين، حطيتهم بقى ايه على النار كلهم، التوم، وبعدين عصرت الليمونتين، وحطيت نص كوباية خل وكوباية مية وشوية كمون وشوية ملح. ودي الدقة بتاعتنا، ممكن تعمليها على البارد، بس طبعا لما تعمليها على السخن بتديها طعم حلو اوي وريحة حلوة ما شاء الله. ودي كانت خلاص تاخد غلوة بس معانا. نبدأ بقى نعمل الشطة. هنحط ايه شوية زيت كده، وعليهم شوية شطة، وهنحط ايه معلقتين صلصة عليهم، ونخففها اهو الصلصة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حطينا عليها ايه، بصوا ما شاء الله. دي الدقة ودي الشطة. الشطة حطينا عليها شوية الشطة حطينا عليها شوية ايه تاني شوية مية من بتاعة الحمص. بصوا ما شاء الله بدأنا نحطه في العلبة اهو زي بتاع برا. شوية رز وشوية مكرونة وشوية حمص والبصل، اللهم بارك. وصفة جميلة ما شاء الله. وبهارات الكشري دي هتلاقوها عند العطار، لونها احمر كده ما شاء الله، اللهم بارك. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.